انت يعني كله جاي على شريف وكله جاي على شادي حسين وكان على حسام حسن. حسام حسن امبارح جايب جونين ليه؟ لان الكوره في ال 18 والفيرود طالما الكوره في ال 18 هيجيب لك جول. توظيفه للعيبه غلط؟ طبعا يا راجل، ده لسه مقتنع بسافيو. ده سافيو ده بقول لك القناه بتاعت النادي طلعت هجمته امبارح ما يلعبش ولازم يخرج ولازم ما يبداش. دي القناه بتاعت النادي. امال احنا بقى لما قلنا ان الراجل ده مش على مستوى النادي الاهلي طلعنا بقى ان احنا مالناش في الكوره وان احنا حاقدين على لا. احنا بنقول للمحترف. هو انت مثلا حد كان يختلف على كينو؟ لا. حد يختلف ولا ديانج؟ حد كان يختلف ولا معلول؟ لا. وغير كده فيلافيو حد كان اختلف عليه؟ لا. غير في الاول لما ما جابش جون بس كان يعني في الاول. بس بعد كده لا خلاص احسن فيرود في افريقيا. بس خلي بالك قعد موسم كامل، سنه كامله. معلش، بس كان بيعمل ايه بقى؟ كان جوزيه بيلعبه ليه؟ لان كان ساعتها ابو تريكه وعماد متعب بيلعبوا جنبه وبركات، واخد بالك، كان بيوسع للمهاجم. كان بيوسع. ده في جون انا لسه لغايه دلوقتي في ماتش الالومنيوم، في الالومنيوم جري خد الديفنس كله معاه وراحت لابو تريكه حطها كده في الجول. ما هي اهم حاجه تحركات الفيرود. وانت دلوقتي لما بتقول انا عندي فيرود محطه، هي المحطه ان هو يستلم ويسلم ولا ان هو يوسع للناس اللي جايه؟ عماد متعب جاب كام هدف احرزه في وجود فيلافيو؟ عماد متعب في كاس الامم الافريقيه 2008 لم يحرز اي هدف عشان فيلافيو ما كانش موجود، وكان من نجوم البطوله. وعشان فيلافيو ما كانش موجود. لان الاثنين بيوسعوا لبعض. يا راجل بلاش، هتروح بعيد ليه؟ ماتش الصفاقسي فاكره؟ طبعا. شادي محمد عمل الكوره اللي فيلافيو طلع عماد متعب. لا فيلافيو لا ابو تريكه. حصل يعني. اذا ان اهو طالما بتحط الكوره في ال 18 هيبقى في خطوره. عايز تقول ايه يعني؟ سافيو يمشي يعني؟ لا، عايز اقول ان انت ما بتعملش حلول عشان محمد شريف وشادي حسين وكان حسام حسن قبل ما يمشي انه يهدفه. ايوه. انت كل الطريق. بص يا مهيب، دلوقتي علي معلول ما بيهاجمش. علي معلول دلوقتي بياخد الكوره من بعد نص الملعب بيعمل كروس. طب ايه الفرق بين كولر وسواريش؟ لا 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 لا, لا يا قلبي لا تحزن، الاثنين ما جوش. الاثنين. بص طب ليه سواريش خد كل الهجوم اللي في الدنيا وكولر اللي هو لم يقنعنا الى الان لا محدش اتكلم عنه؟ هقول لك ليه. لان الناس استهفت سواريش. استهيفته لما وافق ان اللعيبه الكبار تقعد، فحسوا ان هو جاي ياكل عيش، مش ذو شخصيه. انا جاي عشان ما العبش بالناشئين، انا جاي عشان العب بالناس اللي هي موجوده. هو مين اللي خد القرار؟ الاداره. طيب وانا كمدير فني مين اللي شال الليله في الاخر؟ الاداره اللي مشيت ولا سواريز؟ المدير الفني. يبقى اذا ان انا لا، يا اما هلعب بدول يا اما سلام عليكم. واخد بالك يا عم مهيب؟